السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم صحارى نيوز. اليوم غنتناولوا الخبر ديال الامتحان المتعلق بالمونديال اللي دار في الجمهوريه الموريتانيه. بالنسبه للجمهور ديال هذا الامتحان، فخر واعتزاز المغاربه والامه العربيه كامله، فقد تم اختيار ملحمه الاسود بمونديال قطر موضوعا رئيسيا للامتحان في دوله موريتانيا العربيه الشقيقه. إذا بكثير من الفخر والاعتزاز تفاعل الكثير من المغاربة مع هذه المبادرة المميزة لإحدى المؤسسات التعليمية بالجمهورية الموريتانية الشقيقة، فقد جعلت من ملحمة المنتخب المغربي بمونديال قطر نواة لاختبار مادة اللغة العربية. وبالنسبة وفق المنشور الذي تم تداوله على نطاق واسع، فقد قررت الثانوية اللي سميتها تجانين تنام بالعاصمة الموريتانية نواكشوط الاحتفاء بالإنجاز التاريخي الذي حققه الأسود بهالطريقة، أنها جعلت موضوع أسود الأطلس تأهلهم في المونديال مادة أساسية في اختبار اللغة العربية. وبالنسبة لهذا الامتحان، المقدمة ديالو كانت على شكل أبيات شعرية تتغنى بالمنتخب المغربي بمونديال قطر، وقبل ذلك شكلت هذه الأبيات منطلقا أساسيا لمجموعة من الأسئلة. فقد اعتبرت أن الإنجاز الأسود غير مسبوق في تاريخ الكرة العربية والإفريقية. كذلك من بعد هذه الأبيات الشعرية كانت مجموعة من الأسئلة حول العنوان، حول الفخر الذي حازه المنتخب الوطني، وكذلك الشرح ديال الكلمات إضافة إلى الإعراب. إلا كان هادشي كلشي كيبينو فهادشي كيدعونا للفخر والاعتزاز. كنشوفوا المنتخب ديالنا تبارك الله فين وصل، وشوف دولة موريتانيا الشقيقة والأستاذ تبارك الله عليه كيفاش فكر أنه يتغنى بالمنتخب ديالنا. وشكرا لكم، كنشكر الأمة الموريتانية ونشكر هذا الأستاذ من هذا المنبر ديال قناتكم صحارى نيوز. وشكرا للأمة العربية والإسلامية اللي فرحوا لنا من قلوبهم، وإن شاء الله مزيد من الإنجازات للأسود الأطلس، وبالتوفيق بالنسبة للتلاميذ اللي دوزوا هذه المادة، وإن شاء الله كلشي غيتفوق فيها ويجيب فيها 20. ما تنساوناش من الدعم واللايكات ديالكم، بكم قناتنا كتمشى بالتسجيل باشتراككم وباللايكات ديالكم، وشكرا لكم على المتابعة، والى خبر قادم إن شاء الله.